أخبار الزمالك، أخبار رياضه المصرية. صباح الفل على كل اصدقائي في كل زمان ومكان، وكرة مع الاسطوره. بحييكم تحيه كبيره. هقول لك على اخبار سريعه جدا 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 بتخص الكره المصريه وبتخص نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد ما خسر لقب الافريقي، عشان كده بقول لك اضرب اللايك يا محترم عشان ايه الدنيا فيها ايه الاخبار. عايز اقول لك ان الزمالك بيستقر على رهان بقاء الكابتن معتمد جمال في الساعات القليله القادمه. ان انت تفوز بالدوري بنسبة كبيرة ممكن تبقى موجود وممكن ما تكونش موجود، بس الرهان دلوقتي انك تفوز بالدوري ده بيدعمك اكتر انك تبقى موجود داخل نادي الزمالك، وهيزيد من فرصك. انما في حالة الخسارة لا قدر الله بالدوري المصري وتخسر الدوري بعد ما خسرت الكونفدرالية، اعتقد بنسبة كبيرة خلاص هيبقى قضي الامر اقالة الجهاز الفني بعد المباراة مباشرة. انما ان شاء الله نادي الزمالك يقدر يفوز بالمباراة. برضو من اخبارنا ان نادي الزمالك برضو بيعاني من بعض الغيابات المؤثره جدا جدا داخل صفوف نادي الزمالك قبل مواجهه سيراميكا في ختام الدوري المصري. ايه الغيابات وايه إيه المشاكل اللي جوه نادي الزمالك؟ اول حاجه الحاله النفسيه اللي انتابت اللاعبين عقب الخساره في طبعا، وهيبقى مجهود صعب جدا على اللعيبه في مواجهه سيراميكا في ختام الدوري. زائد عنده بعض الغيابات المهمه جدا. اول حاجه عوده بنتايج طبعا بعد ما توقف في مباراه اتحاد العاصمه عقب طرده في المباراه الاولى. لا، هيرجع في الدوري وهيلعب، ده ما فيش اي مشكله خالص. عنده اجهاد اللي لاعب احمد فتوح حس باجهاد في العضله الخلفيه. برضه محمد شحاته عنده اجهاد عضلي نفس القصه. عندك محمد اسماعيل تاكد غيابه بالفعل عن المباراه القادمه. محمود حمدي الونش اللي ما لعبش المباراه الماضيه عنده كدمه قويه وعنده اصابه في الركبه. المهدي سليمان مش هيبقى متواجد مع نادي الزمالك بعد الاصابه القويه جدا والالتحام القوي مع فريق مع لاعب اتحاد العاصمه، وده مش هيبقى متواجد ايضا في المباراه القادمه، وهيغيب عن معسكر منتخبنا الوطني المصري. يبقى كده الزمالك بيفتقد عدد كبير جدا جدا ثنائي خط الدفاع. مش هيفضل غير اللاعب اللي هو مستواه في النازل ومستواه السيء جدا جدا هو حسام عبد المجيد. فعشان كده بقول لك ان نادي الزمالك بيعاني جدا جدا طبعا بيعاني من بسبب غيابات بعض اللاعبين امام نادي سيراميكا كليوباترا، اللي الزمالك محتاج فيها لا اما الفوز لا اما التعادل عشان يقدر يفوز بالدوري المصري. الزمالك بيتربع زي ما احنا عارفين 53 نقطة. دي مشكلة كبيرة برضو جدا جدا. برضو الزمالك منفتح على بيع الكابتن حسام عبد المجيد بقوة، يعني بقوة، يا دوبك الدوري يخلص من هنا ويقول لك انا بيع حسام عبد المجيد من دلوقتي، لان الزمالك بعد ما خسر ال 4 مليون دولار ما خدش منهم غير مليون دولار واحد، مش هيعرف يحل ازمه ايقاف القيد. عاوز يسرع في عمليه بيع اللاعب حسام عبد المجيد، والزمالك كان بيطلب مليوني و500 الف دولار لبيع اللاعب في المستقبل العاجل عشان يحل ازماته وايقافاته الماليه باذن الله في المرحله القادمه. برضو من اخبارنا المهمه ان نادي الزمالك هيخش معسكرا مغلقا اليوم الاثنين استعدادا لمباراه سيراميكا كليوباترا. دي بالنسبه. برضو في خبر تاني ان عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك احيل الى التحقيق لما ما بدر به بعد المباراه، والشد والجذب مع محمد عواد، وان انت ما صدتش ولا كوره والدنيا، وان اللاعب طبعا هنا نادي الزمالك يعني علمه والدنيا قال لك ده مفيش اي كلام من ده ولا في حل للتحقيق. دي غيرة اللاعب على المباراة ومفيش أي مشكلة مع عبد الله السعيد، وكل ما بيتقال في المواقع ده كلام غير حقيقي. برضه في خبر تاني من نادي الزمالك ان نادي الزمالك هيتخصم منه 500 ألف دولار. الكلام ده مش حقيقي يا جماعة. 500 ألف دولار من نادي الزمالك أو 600 ألف دولار ده كلام قديم في 2024 لما الزمالك قدر يفوز بالكونفدرالية الأفريقية وقدر يلعب السوبر الافريقي امام النادي الاهلي. برضه البطولتين دول اتخصم منهم جوائزهم، يعني كل بطوله لها جوائز اتخصم منها مبلغ مالي سواء كونفدراليه او السوبر الافريقي امام النادي الاهلي اللي فاز بيه برضه نادي الزمالك. فمن هنا مفيش خصم في المليون دولار اللي هياخدهم نادي الزمالك في هذه البطوله، والكلام ده مش حقيقي. مش حقيقي. يعني دي بعض الاخبار. برضو في اخبار مهمه جدا جدا. الاهلي يستقر على اعاره محمد سيحه حارس مرمى الموسم المقبل. ده بالنسبة للنادي الأهلي. برضه النادي الأهلي بيجهز عرضا مقابل مليون و500 ألف دولار لشراء سفيان بن جديدة. ده هداف المغرب الفاسي. أعتقد إن الصفقة قربت جدا من النادي الأهلي. برضه النادي الأهلي بيجهز عرضا جديدا لنجم دفاعه هو كوكا 3 مواسم مقابل 60 مليون جنيه زائد منح التعاقد.
ده اللي بيجهزه النادي الاهلي في الساعات القليله الماضيه. برضو في نادي زد، خلص النادي الاهلي والصفقه بتاعت ماتا مجاسة، ما فيش مشكله خالص. بس هنا نادي زد بيطلب حوالي مليون دولار لبيع لاعب ماتا مجاسة نجم خط الوسط، واعتقد ان هي صفقه رابحه جدا جدا الى النادي الاهلي. بيراميدز بيقرر استعادة لاعبه محمود صابر المتألق مع زد نهاية الموسم. أعتقد إن محمود صابر عامل مستوى عالي جدا جدا مع نادي زد في الفترة الماضية. وبكده يبقى أنا خلصت كل أخباري وأخبار الكرة المصرية. بتمنى لكم يوم سعيد جمهور الكرة المصرية، والكرة مع الأسطورة بحييكم تحية كبيرة جدا جدا جدا. أتمنى تدعموني باللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.